انا بقى اقول لك بنتك الكريمه الجدعه ديت اللي انت مربيها المفروض على الاصول. اسمعي يا حماتي. ايوه، ما هو لقيته بيقول لي امي جايه واعملي اكل، حتى اليوم اللي هرتاح من الشغل فيه دبسني في المطبخ. لا دخل ياخد دش، صاحي من النوم. ابوس ايدك ما تاخري بسرعه. ايوه، ايه ده مش باين عليها خالص. تقول لي مش خله، مش عايزه تبين لي. اهو الخبز ده بقى، الخباثه دي هي اللي مش هنخلص منها. وعامله اللي بتحب حماتك. طب وحياة امك لا اعرفك يعني ايه اخد الحق، حرفنه وصنعه. ماشي. ايه يا ماما انت فين؟ على السلم؟ على الباب؟ طيب ماشي. يا سلام. بصي انت تقولي يا ابني في ايه يا ابني؟ فهمني. اكشن. ايه يا ابني؟ فاهم. الستاره اللي هناك ديت الستاره هتستخبى وراها، وانا فاهمك كل حاجه. وحقك عليا يا امي. طب في حاجه قول لي يا ابني. حقك عليا. تعالي بس، تعالي تعالي حبيبتي. في ايه يا ابني؟ هي نايمه دلوقتي. تعالي بس. ايه بس؟ عاملين لنا مفاجاه. ايه ده عليا. استخبى ورا الستاره ديت وانا هناديكي. ماشي. بصي يا حاجه بنتك ربطيها كويس، ما ربطهاش، انما انا ابن اصول. ماشي، انا ابن اصول. بنتك ربيها يا حاجه، شوف الاصل اللي هي طالعه منه. شفتي يا حاجه؟ ينفع ابني يعمل معاك كده اللي بنتك عملته فيا وفي ابني؟ لك حقي عشان ربيتك، انا ما ربيتكيش. لازم نربيكي من اول وجديد، فاهمه؟ متزعلش يا ابني، هي ناقصها تربيه فعلا. متزعلش. امي على عيننا وعلى راسنا. كده حقها. ده دعوة الحما ل7 سنة ان الام هي الحما. حقك عليا يا امي. لا يا حبيبي، حقك عليا. ربنا يبارك لك يا ابني. كده حق وصل. طبعا الفكرة اللي انتوا شفتوها ديت بتفكركم ان الحما دعوتها من 7 سنة، وهي زي الام بالظبط، وواجب على مرات الابن انها تشيلها على كوف الراحة عشان تدعي لها دعوة تنفعها. وفي نفس الوقت هي امها، ما بقتش حماتها، في منزلة امها، عشان هي ثبت امها لقت حماتها، فتعملها معاملة حسنة. ولازم تكون بما يرضي الله، ما تتلقنش، لان مسير الحقيقة بتنعرف. يا جماعة زي ما انتوا شفتوا الفكرة كده طبعا، واجب ان احنا نحط حماتنا في عينينا ونحافظ على دعوتها ورضاها قبل اي حاجة. قبل رضا امك لازم تاخدي رضا حماتك. طول ما حماتك راضية عنك، طول ما جوزك هيبقى راضي عنك، وبيتك ربنا يا رب يكون ستره بالخير وبالبركة. طول ما البركة دي موجودة في البيت، هي الدعوة حماتك او امك. فطبعا احنا مجرد دي فكرة طبعا بتحصل على ارض الواقع كتير، ان الواحدة بتبقاش طايقة حماتها ولا تبقى طايقة اهل جوزها ولا اي حاجة. لا، ده احنا نرحب بيهم وندخلهم ونشيلهم من على الارض شيل، ونقدم لهم بما فيه الكفاية. بصوا يا جماعة، كل واحد يحافظ على حماته ويخاف على زي والدتها بالظبط، زي ما بتحافظ على والدتها تحافظ على حماتها، وعلى تعمل حاجة خير لها، عشان ربنا في النهاية الخير ده هيقعد لها هي
وعيالها، وزي ما بتعمل في حماتها دون تدان هتلاقي اللي يعمل فيها برضه منها من عيالها كده. نسيرها تتجوز ابنها مراته هتعمل كده. فكل واحدة تخاف هتحافظ على حماتها وتاخد بركة حماتها وتاخد بركة جوزها برضه، عشان دي برضه عشرته ربنا يبعد اي حاجة وحشة عن اي حد ويهدي سر الناس كلها ويحافظ على امه وهي تحافظ على امه. هو لما يلاقيها محافظة على امه هيشيلها على دماغه. قبل ما ابدا اي كلام، يا ريت كل الناس تنزل تصلي على النبي وتتمنى لنا الخير في الكومنتات. طبعا يا جماعه اللي قالوه يعني مش هقدر اضيف اكتر من اللي هم قالوه، هم قالوا كل حاجه، بس هي ملحوظه وانتبه ليها. تجسيد الشخصيه لازم تنتبهوا لها، سواء او بخير او بشر. ما تنساش اللي انت بتتعظ لو انت مش من جواك كويس. الخباثه هي ديت اللي مودانا في داهيه، اللي احنا بنتعامل بوش من وراك بوش تاني. دمتم في امان الله، يا رب الفكره تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.